اخوان صباح الخير. اليوم ان شاء الله باذن الله حنا غادي مسجد قباء. انا نوريكم الطريق. هو مسجد لهيه. واحد المعلومه راه عرفتها غادي نوصلها لكم باش نتوما تعرفوها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيمشي ماشيا او على الجمل، تيمشي كل سبت كان تيمشي تيصلي هنايا في مسجد قباء وتيصلي 2 ركعات سنه. الاخوان دابا حنا غادي نمشيو ان شاء الله باذن الله ونقربوكم مسجد قباء. اخوان باش نزيد ناكد عليكم بان مسجد قباء هو اول مسجد في الاسلام، وكان هذا هو اول مسجد، وحنا اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوه. اي معلومه عرفتها راه غادي نبارطاجيها معكم، حتى نتوما بارطاجيو الفيديو باش الناس تستافد. حنا غاديين حنا والاخوان مغاربه، الله يبارك. حنا قربنا، حنا رجينا من المسجد النبوي الشريف حتى المسجد قباء على رجلينا، غادي على رجلينا باش نشوفوا نكتشفوا اكثر. ويا سلام واحد الراحه نفسيه. يا سلام والله العظيم ما كرهتكمش كاملين تجيو لنا، تجيو تزوروا هذا المكان هذا. يا ربي ان شاء الله قولوا امين في لي كومونتير، الله يسهل عليكم، ويا ربي تفرحوا والديكم. غير هو من احسن اللي معمر والديه جاو لهنا يحاول يتقاش اللي صيفطهم من الاولين ومن بعد عاد تجي انت كما درت انا. يعني صيفطت والديه من الاولين الحمد لله، صيفطهم 2 مرات، عاد دابا جيت انا وجيت مرتاح لان ديجا والديه جاو هنا ومازال ان شاء الله باذن الله نصيفطهم في رمضان ان شاء الله. الله يوفقني ان شاء الله باذن الله، والله يمتعنا برضا الله وبرضا الوالدين، وهذه احسن حاجه. دابا نقطعوا باساج. يا سلام قربنا. اخوان احنا وصلنا. يا سلام تبارك الله تبارك الله، ديكور زوين. اخوان احنا وصلنا دابا مسجد قباء، غنخلص له ان شاء الله باذن الله 2 ركعات، وغادي نبارطاجيو معكم واحد المعلومات، ونتمنى نتوما تنشروا هذيك المعلومات باش الناس تستافد اكثر. يا سلام والله الراحه النفسيه بالله. حياة اخويا. يا احمد فين اخويا احمد؟ شويه تمر. الله يحفظك الله فينا في التمر احمد مسكين. الله يحفظك اخونا. الله يتقبل الله يتقبل. شير يا الله يتقبل. خالقين السعاده الحمد لله. يا سلام الله 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 الله. ها انتما واش تهلا فيا انتما؟ تعطيني البترول. طاق اخويا. اخوان هالمعلومه قراوه تفهموا. احنا المعلومه غادي نبارطاجيوها معكم ان شاء الله باذن الله، وغادي يجودها الاخ ديالنا احمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جزاك الله خير اخويا، تحياتي تبارك الله عليك. كما شفتوا معايا ديال اللافته اللي دايرين قدام باب مسجد قباء. نكملوا الحديث. هنا تيقول النبي صلى الله عليه وسلم انه اسس مسجد قباء حين وصل مهاجرا الى المدينه المنوره وصلى فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى مسجد قباء كل سبت ماشيا او راكبا ويصلي فيه 2 ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاه في مسجد قباء كعمره. والحديث رواه الترمذي. جزاك الله خير. هذا ما الله يعطينا. احنا دخلنا اخوتي. الله اكبر. الراحه النفسيه كما نقول لكم اخوتي، الراحه النفسيه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اخوتي غنصليو 2 ركعات دابا ان شاء الله باذن الله.